القضاء يصدر حكما بإعدام مغتصب وقاتل الطفلة رنا ذات 3 أعوام، ووالدها يعرب عن ارتياحه ويعتبرها رسالة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنعاء بحق الأطفال. ولكل ما سبق، حكمت المحكمة بما هو آت: 1. إدانة محمد مجاهد سعد المغربي بجريمة قتل حي المجني عليها رنا يحيى هادي المطري واغتصابها. 2. معاقبة المدان محمد مجاهد سعد المغربي بالإعدام قصاصا وتعزيرا. على كفة الميزان الكل صيان حين يقول الحق كلمته ويحكم بالعدل بين الناس. القضاء ينصف المظلوم وينهي معاناة أهل الصغيرة رنا ابنة 3 أعوام، والتي وقعت تحت براثن وحش أدمي انتهك حرمات 3 بالاختطاف والاغتصاب والقتل، مستفزا الشعب اليمني برمته ومقلقا سكينة الآباء والأمهات. حكم المحكمة جاء موافقا لصحيح الشرع والقانون وبإجراءات سليمة وصحيحة وموافقة للقانون، ابتداء من مرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأخيرا أمام هيئة المحكمة. والد الصغيرة اللي بدأ السرور على وجهه بعد أن كان الحزن مخيما عليه ساربا منه فرحة العيد، وغيب فلذة كبده رنا. الصدق والحياة في قلوبنا اليوم هذا. اليوم رجعت هذا ولد اليوم قلت احنا في إن عدنا حييت اليوم هذا بعد ما أشكر العدالة وأشكر النيابة وأشكر المحكمة وأشكر جميع الموظفين الذين قاموا معنا من يوم العيد مثل العيد. ما حكمت به المحكمة هو انتصارا لشريعة الله وتحقيقا لعدالة السماء وانتصارا لحقوق الطفولة المنتهكة من أولئك الأوغاد الممسوخين بشريا الذين لا يمتون لا للدين ولا للعرف ولا للقبيلة اليمنية. هذا الفعل التفاف منقطع النظير حظيت به هذه القضية المأساوية للطفلة رنا في أوساط المجتمع، يتقدمهم قبائل بني مطر وخولان وهمدان لما حملته هذه الجريمة من بعد أخلاقي وغير إنساني اكترفها الجاني بدم بارد وتتنافى مع ديننا الحنيف وعادات وتقاليد اليمنيين. أشكر القضاء حيث استعجل في الحكم وفي القصاص والتعزير به في مكان عام، ونحن من قبائل همدان وبني مضر وخولان والجرداء نشكر الدولة بأكملها. رجال الأمن وجهوا دعوة لكل أبناء المجتمع في التعاون مع الأجهزة الأمنية واليقظة الدائمة للإبلاغ عن أي مشتبه يخل بالأمن والاستقرار وإقلاق سكينة المواطنين والإضرار بالوطن. نرجو من المواطنين إبلاغ مراكز الشرطة وإبلاغ الأمن في كل مكان، في الحارات، في النقاط الأمنية، في يعني التعاون مع رجال الأمن بشكل طبيعي. أنا أطلب من المجتمع، من الناس، من الصغار كبار بكافة أنحاء الجمهورية، بكافة المدن، بكافة المناطق، الإبلاغ عن هذه الوحوش البشرية يعني للتصدي لها، لأنه جريمة كبيرة هزت المجتمع. إصدار حكم الإعدام بحق الجاني في هذه القضية يعد بمثابة عبرة لكل من تصول له نفسه ارتكاب مثل هكذا جرائم بحق الطفولة البريئة في مجتمع عرف بالشهامة والكرامة والنخوة. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.